فينه؟ ايوه انت بتتضرب وانت نايم. يابا انا يما. يابا انا يما. هم اقولك خلاص رحب بيهم يا عم الحاج. قبل ما نبدأ تعالى نتفق على حاجة، وهي إن الأحلام مش مجرد أفلام عشوائية ولا رسالة من عالم موازي، لا، الموضوع أعقد وأجمل وأغرب من كده بكتير. أصل المخ بيستهلك 20% من طاقة جسمك، فمستحيل يصرف كل ده في أحلام ملهاش لازمة. الحلم حوار صامت بينك وبين مخك وأنت نايم وجسمك مأنتخ، بس دماغك مش بتنام يا محترم، بالعكس. العين بتتحرك تحت الجفن بسرعة والمخ شغال ويفتح منطقة الخيال على مصراعيها. في المرحلة دي بالذات مركز الخوف والمشاعر في المخ بيشتغل بنسبة 100%، والفص الجبهي اللي هو مركز المنطق والتفكير بيعطل. عشان كده أحلامنا منطقها ضايع حرفيا. العلم بيقول إنه في 4 أسباب أساسية. زي ما بتفضي الدرج اللي كله ورق قديم، المخ بيعمل كده، بيفتح ملفات يومك ويقلبها ويشوف ايه يستاهل يبقى ذكرى وايه اللي مالوش لازمه فيحذفه. المشاعر اللي قاعدين مكتمين عليها طول اليوم المخ بيطلعها في الحلم. عشان كده ممكن تحلم بموقف بسيط بس تحس انه كبير، لان المخ بينظف الذاكره الانفعاليه. يعني بصراحه كده مخك ما بيصدق تتخمد عشان يروق على نفسه ويظبط الامور. نظرية محاكاة التهديد هي نظرية في علم النفس التطوري، بتقول إن المخ أثناء النوم بيحاكي مواقف خطيرة أو مهددة عشان يجهزك لمواجهتها في الواقع، ولذلك تلاقي نفسك بتحلم إنك بتجري أو بتتخانق أو بتزوغ من حاجة مش موجودة، بيحطك في الخطر من غير ما تتعرض للخطر اللي بجد. يعني ببساطة محاكاة بس على وسادة، وأنت مأنتخ يا محترم وهو بيعمل عظمة جوه راسك. عارف انت اول ما تصحى تلاقي نفسك لقيت حل لمشكلة انت مش عارف حلها؟ ده لان المخ وانت نايم بيفكر من غير رقابة المنطق، فالخيال يبقى مفتوح وواخد راحته كده، والحلول تيجي من اماكن عمرك ما توقعتها. الواد اينشتاين نفسه قال ان الافكار الكبيرة بتيجي وهو مش في وضع التفكير الرسمي، بتيجي وهو سرح كده في ملكوت الله، وعلماء كتير قالوا نفس كلامه. المخ لما يسرح يبدع. المخ بياخد معلومات اليوم ويصنفها، يحط دي في مهمة ودي في التجارب الجديدة ودي ملهاش لازمة في الخربونة، وفي نص التصنيف يحصل خلط بسيط. فمثلا تحلم انك بتذاكر على جناح دبانة، او رايح الشغل مبسوط، لا وايه بتحب مديرك، سبحان الله. وده بيحصل لان الملفات لسه بتتنقل، بتحصل نتيجة اختلاط ذاكرة، مشاعر، خوف قديم، حماس جديد، هرمونات، خيال، لب بطيخ كده يعني. والفص الجبهي اللي زي ما قلنا مسؤول عن المنطق نايم، مش موجود يظبط لك الدنيا. أفهمت يا صديق أنك بطريق؟ لو في حاجة مضايقاك أو مشكلة مش عارف تحلها في حياتك، مخك بيفضل يفكر فيها وانت نايم. لما تكون قلقان أو مضغوط جامد، الأحلام دي بتيجي تعبر عن التوتر اللي جواك. لو مريت بحاجة صعبة أو صدمة، الحلم المتكرر ده محاولة من المخ إنه يهضم الموضوع، وأحيانا بتبقى بسبب دواء معين بتاخده، أو مشكلة في النوم زي الشخير القوي اللي بيوقفك عن التنفس. بتقوي الذاكرة، تنظم المشاعر، تقلل القلق، تساعدك تاخد قرارات وتخليك إنسان أهدى بكتير. نفسيتك هتتشقلب وتركيزك هينزل والمشاعر هتتحبس جواك. الأحلام هي طريقة المخ في ترتيبك وانت نايم، لأن الذاكرة بتشتغل بعد ما تصحى، ولو صحيت فجأة الحلم يطير، ولو قعدت دقيقة كده ما قمتش على طول هيتسجل. أحب أوضح إن كنت بتكلم عن الأحلام مش الرؤية. لو حابب تدعمني اضغط لايك واشترك في قناتي الصغنطوطة. والسلام.